بالنسبة للنوع الأولاني اسمه Type 3A والنوع التاني اسمه Type 4A. طب يا ترى إيه الفرق ما بينهم؟ كلمة 3A معناها 3 أنجستروم، ودي زي ما إحنا قلنا قبل كده هي عبارة عن وحدة قياس بقدر من خلالها إن أنا أقيس المسافة. هو نقدر نقول إن الأنجستروم ما هياش وحدة قياس على قد ما هي بادئة بحطها قبل وحدات القياس، زي النانو وزي الملي وزي السنتي. لما أقول سنتيمتر معناها إن أنا بقيس طول. كذلك برضو الأنجستروم ده برضو بقدر من خلاله إن أنا لما بحط جنبه وحدة القياس بتاعتي بقدر إن أنا أقيس مثلا الكتلة المسافة وهكذا. ولكن في الغالب كلمة أنجستروم بتكون مرتبطة بالحجم الجزيئي والحجم الذرات والمسافة اللي ما بين الذرات والكلام ده كله. عشان كده هنلاحظ إن إحنا عندنا نوعين رئيسيين من السوليد ديسكنت اللي أنا ممكن أستخدمه. النوع الأولاني هو إن المسافات البينية ما بين الذرات بتاعته بتكون 3 أنجستروم، يعني المسافات البينية اللي ما بين الذرات بتكون صغيرة. وعندنا النوع التاني اللي هو الفور أنجستروم، يعني المسافات البينية أو الفراغات اللي موجودة ما بين الذرات بتكون فور أنجستروم، يعني بتكون أكبر شوية. عشان كده طبعا أنا لو عاوز أعمل absorption لمادة معينة أشوف المادة ديّة هتكون متناسبة مع أنهي نوع موجود بالضبط. فبالنسبة أول حاجة بيبدأ يقارن ما بين ال3A وال4A من حيث الsize بتاعهم. طبعًا ال3A بتكون small bore size تمام، إنما ال4A بتكون larger شوية. طيب وبالتالي أنا أقدر أقول دلوقتي إن كل واحدة منهم بيكون ليها absorption capacity معينة، بناءً على إن كل واحدة ليها حجم معين، فراغات معينة، وبالتالي كل واحدة بتعمل selectivity أو بتختار مادة معينة تمتصها. يعني على سبيل المثال بيقول لك إن ال3A molecular sieve هيكون مناسب جدًا لو أنا دلوقتي محتاج إن أنا أعمل absorption للجزيئات الصغيرة. إيه بقى الجزيئات الصغيرة؟ اللي هي مثلًا زي المَيّة وزي ثاني أكسيد الكربون، وكذلك برضه الهيدروجين سلفايد اللي هو الH2S. لو أنا محتاج إن أنا أعمل drying وpurification للغاز كويس جدًا، فأنا في الحالة دي أستخدم ال3A molecular sieve. طب هو ال4A مناسب مع إيه؟ هو قال لك إن ال4A مناسب لو أنا هابدأ إن أنا أعمل drying للair، وكمان برضه لو أنا هابدأ إن أنا أفصل النيتروجين عن الأكسجين من الهواء الجوي بتاعي. طيب يبقى الأبلكيشن بتاعة ال3A وال4A زي ما إحنا شايفينها كده مكتوبة تحت. بالنسبة لل3A بما إن هو بيشيل البخار بتاع المَيّة، فهو هيكون كويس جدًا في الموضوع بتاع الdehydration بتاع الغاز. طيب الmolecular sieve اللي هو النوع بتاعه 4A هيكون مناسب إن أنا أعمل dehydration للcompressed air، لإن هو برضه يعني بطريقة أو بأخرى بيقدر إن هو يمتص الwater vapor، ولكن مش زي النوع اللي هو 3A. كذلك برضه بيقدر إن هو يشيل الكربون دايوكسيد شوية من الغاز، بلس إن هو بيشيل النيتروجين والأكسجين من الهواء زي ما إحنا قلنا قبل كده. ولكن لو أنا هاتكلم عن نوع مخصص بيشيل البخار بتاع المَيّة بطريقة أفضل زائد الCO2 والH2S، فال3A هيكون أفضل في الحالة دي. طب بالنسبة للregeneration، يعني إيه regeneration؟ يعني أنا دلوقتي الكولم اللي حطيت فيه الsolid desiccant ده، هو أنا أحط الsolid desiccant دوّة في الأرض كده والّا أحطه في كولم حاجة كده شبه التانك؟ لأ، أنا هابدأ إن أنا أحطه فعلًا في الكولم بتاعي. طيب الكولم اللي أنا هاجيبه وهاملى فيه الmolecular sieve، يا ترى لمّا هاعدّي الغاز على الmolecular sieve أو الsolid desiccant إيه اللي هيحصل؟ الsolid desiccant ده هيبدأ إن هو يمتص بخار مَيّة. للحظة معيّنة هيفضل إن هو يمتص بخار مَيّة لغاية limit معيّن، هو خلاص ما بقاش قادر إن هو يمتص أكتر من كده، لإن هو خلاص بقى مُشبَّع بالمَيّة. طب هل لمّا يبقى مُشبَّع بالمَيّة هارميه وأجيب حاجة غيره؟ أكيد طبعًا لأ. أُمّال هنعمل إيه؟ هنعمل له recovery أو regeneration، يعني هنرجّعه زي ما كان. طيب هترجّعه زي ما كان إزاي؟ هتبدأ إن أنت تستخدم تكنيك معيّن، والتكنيك ده بيعتمد إن أنت بتبدأ تسخّن شوية الsolid desiccant بتاعك. طيب لمّا هتسخّنه إيه اللي هيحصل؟ الwater vapor لمّا درجة الحرارة بتزيد بيبدأ إن هو يسيب الsolid desiccant والسطح بتاعه وبيبدأ إن هو يخلع منه. عشان كده لو أنا محتاج إن أنا أعمل regeneration للcolumn بتاع الsolid desiccant عندي، أنا محتاج إن أنا أرفع درجة الحرارة، بس طبعًا بتكون في range معيّن، لإن أنا لو خلّيت درجة الحرارة أقل من الrange ده،
فالبخار بتاع المَيّة مش هيطلع، ولو أنا زوّدتها عن الrange ده، فالبخار بتاع المَيّة هو already هيطلع، ولكن ده هيأثّر على مشكلة على الbed أو على الsolid desiccant اللي موجود نَفْسه، اللي هو ممكن يبدأ إن هو يسخن زيادة عن اللزوم، ممكن يبدأ يحصل له decomposition ويبدأ إن هو إيه، خلاص ما بقاش نافع إن أنا أستخدمه تاني.